السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن نورهان خليل، البنت اللي موتت امها، البنت اللي قلبها جواه حجر. هنتكلم النهاردة عن الشياكة والأناقة اللي تعبت فيها الست داليا، وللأسف انقلبت عليها بنتها بكل وحشية، موتتها بالاتفاق مع جارها. هنتكلم النهاردة عن زملاء مدام داليا اللي كانوا بيبكوا منهارين عشانها، واللي بنتها ما نزلتش دمعة واحدة وهم بيحققوا معاها. هنتكلم النهاردة عن زملاتها اللي قالوا هيتكفلوا بكل شيء نيابة عنها. زي ما قلت لحضراتكم في فيديو قبل كده، الست داليا عندها كراسة كاتبة فيها الجمعيات اللي كانت بتجهز بيها بنتها، اللي كانت عاملة منها شبكة بنتها، واللي لسه بتجيب لها التلاجة والغسالة والحاجات الأجهزة اللي بقت دلوقتي نار. وطبعا ست مكافحة بسيطة هي وزوجها، مش هيقدروا كتر خيرهم ان هما بس بيأكلوا ولادهم في الزمن اللي احنا فيه ده. النهاردة طبعا زملاتها قالوا ان هما هيتكفلوا بكل شيء، لانهم كانوا عارفين ان هي ست مكافحة قد ايه. اللي انا عاوزة اتكلم فيه النهاردة ان البنت اللي موتت امها، واللي ألفت أكتر من قصة للجيران والأصدقاء أمها، واللي قالت إن جالي تليفون بيقول لي إن ماما وقعت وأنا قلعت الشوز بتاعي والحلق والذهب بتاعي وطلعت أجري. هتلاقي ده فصديقة مامتها هتلاقي فين التليفون يا بنتي اللي هو كلمك نتصل بيه؟ التليفون بتاعي فصل وأنا سبته في الشقة. البنت لقت إخواتها الصغيرين طالعين الشقة، قامت قالت لهم لا تعالوا ده ماما تعبانه واحنا هنروح نشوفها في المستشفى، عشان تثبت قدام كل اللي كانوا موجودين في المستشفى اللي هم اصدقاء مامتها في الشغل ان هي كانت بره. فبناء عليه لما يكتشفوا الحادث جوه المنزل تكون البنت مش موجوده. فاللي انا عاوزه اقوله تفكير الجهنمي اللي هي بتفكره ده، والخطط اللي هي خططت ليها دي، تقول ان دي واحده مش في وعيها. حضراتكم سمعتوا بيان النيابة قالوا البنت هما بيحققوا معاها كانت زي ما يكون مغيبة، بتضحك، ما نزلتش دمعة واحدة، مش منهارة، عندها لا مبالاة. طيب الحاجات دي أكدت ان ممكن البنت تكون بتتعاطى شيء تحت تأثير شيء. طب لو واحدة تحت تأثير شيء هتقدر تخطط وتعمل أكتر من سيناريو، وتروح لزملات أمها في المستشفى وتقول لهم في حد اتصل بيا وقال لي إن ماما وقعت وهي تعبانة. صاحبة مامتها خدتها ولفوا على جميع الأقسام يشوفوا مامتها تعبانة ولا لأ، ما لقوش أي حد تعبان باسم أو حد محجوز باسم مامتها. راحوا المستشفى التانية مش ما لقوش حد. قالت لها انت ما شفتهاش في الأوض تكون نايمة يا نورهان؟ قالت لها لا أصل أنا ما دخلتيش ازاي يا بنتي؟ مش بتقولي حطيتي تليفونك وحطيتي حاجتك؟ قالت لها اه ما انا حطيت الحاجه واول ما التليفون رن سايبه كل حاجه وطلع جاريه. يعني بدات تعمل اكتر من سيناريو. برضو لما رجال الشرطه جهم ليها بدات تقنعهم ده كان في دهب وكان في الجمعيه وان هم مش موجودين دلوقتي. ده منين شفت ان هم مش موجودين وانتي بتقولي ان انت رميتي التليفون وطلعتي جري وبعد كده اكتشفت الواقعه؟ دورتي منين ان الجمعيه اتخذت ولا الدهب اتخذ ولا انت كنت عيناهم من قبليها عشان تقولي بعد كده الكلام ده؟ يعني كنت مجهزه الكلام ده. النهارده بجد البنت دي تستاهل اقصى العقوبه. مفيش حد يعني ينزل عليها دمعه. حتى باباها فعلا اللي كان قاعد قدام القسم 5 ايام ويقول مش متاكد بنتي، مش ممكن بنتي تعمل حاجه زي كده، لدرجه ان هو قال لرئيس المباحث لو بنتي عملت كده اعدموها، انا مش هنزل عليها دمعه. لكون الاب مش يعني قادر يصدق وبيقول مش ممكن بنتي تعمل حاجة زي كده، فعشان كده قال بقلب جامد لو هي اعدموها. النهاردة الاب بقى يعني يا حسرته، يا حسرته لما يسمع اعترافات بنته في النيابة وانها دبرت وخططت وانها كانت في قمة الا مبالاة بعد ما تخلصت من امها. ادعوا للست داليا بالرحمة ولبنتها بالعقوبة ان شاء الله.